خبر حصري، خبر النهارده فرحني فرحني فرحني. الف مبروك لكل الزملكاويه. مشيت اداره نادي الزمالك. السلام عليكم. طبعا النهارده خبر الصراحه فرح كل الزملكاويه ان اداره الزمالك خلاص مشيت. الحمد لله، وربنا دلوقتي يجيب لنا اداره كويسه. نحاول. ضغطنا جاب نتيجه مع الاداره. عرفت ان الاداره دي كانت اداره سمسره، ان هم واخدين نادي الزمالك كربح ليهم، مش كحبا في نادي الزمالك. الناس دي اللي عملته تمام، كله عارفه كله عارفه. الحمد لله والحمد لله ومليون حمد وشكر ان الاداره دي غارت. ولا ينفع مرتضى الحرامي ولا ينفع ابنه الحرامي، وكلهم موجودين حراميه. كلهم اللي كانوا موجودين حراميه ونهبوا 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 في الزمالك. بس الحمد لله، خبر النهارده فرحني وفرح كل الزملكاويه. خبر في الصميم. الف الف مبروك الكل الزملكاويه. عشان تعرفوا يا اخواننا، احنا اتكلمنا مرتضى منصور لا يصلح. مرتضى منصور هو اللي جايب المشاكل. مرتضى منصور هو اللي استفاد من النادي. الفلوس دي كلها راحت فين؟ احنا دلوقتي بنناشد الحكومة ان هي تمسك مرتضى منصور والاعضاء وتشوف الفلوس دي راحت فين. عايزين نعرف احنا الفلوس دي راحت فين. الفلوس دي مين استفاد بيها؟ فلوس امام عاشور راحت فين؟ الصفقات الفلوس اللي راحت. مشكلة شيكابالا سببها كلها مرتضى منصور. شيكابالا دفع الفلوس الغرامة بتاعت لشبونة، واحنا دلوقتي عايزين نعرف الفلوس كلها راحت فين. ده يا ريت كنا نوقف وقفة واحدة عشان خاطر نعرف، بس الناس دي تتحاسب. الناس دي ما تطلعش كده بالمليارات دي كلها وفي الاخر نقول ايه الفلوس راحت فين. لا يا باشا، عايزين نعرف عشان لو في حق لنادي الزمالك يا ريت عايزينا يرجع النادي الزمالك. الناس دي نهبت فيها كتير كتير كتير. شوفوا كام سنة شغالين ينهبوا. لما حب يحط ابنه امير في رابطه الانديه فشل. ليه؟ عشان الراجل ده ما بيعرفش لوائح ولا يعرف ايه بنود ولا يعرف ايه اي حاجه. يا اخواننا الراجل ده ودانا في داهيه. والف مبروك للزملكاويه، وان شاء الله باذن الله كده الجاي يبقى افضل. وان شاء الله كده هنحاول نوقف معاكم ونوقف مع جمهورنا ونوقف مع الناس كلها عشان خاطر المعزول يغور من وشنا. وعايزين نشطب اسم مرتضى منصور وعياله من نادي الزمالك، ان هم كانوا بصمة عار في نادي الزمالك. السلام عليكم.